الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم كذلك ما زلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في المدينة المنورة. مختصر: عدد جيش المسلمين 1000 واحد الذي خرج من المدينة. عدد جيش المشركين الذي هاجم على المدينة 3000، يعني 1 مقابل 3. جيش المشركين أتى وعسكر قريب من أحد حتى يعمل خطة ويهاجم على المدينة، فالمسلمون ما زالوا في المدينة. اليوم سنتكلم حول الخروج من المدينة والوصول إلى أرض المعركة إن شاء الله. قالوا برايد مسلمان امتساد قال حياة پیغمبرن كو پیغمبر تبع صحابي وكل مدينة وهدي دركبه بكرتاي فيا بيجن هجمارا عسكر مسلمانه هجمارا وان 1000 حبن دست بيك ده 1000 حب إنسان مسلمان لمدينة بيا مهان شار بكن. جمارة كافرة حاضر كرنا ورن سر مدينة 3000 بقوته خوب بمير بجنكي جند شان حب جند قال وانا هنا حسبي وانا هنا إنسان كو خب پرا دفروشن عسكري بپرا بوان هنا أبي كجبوني هدف مدافع ور حاصله كلام 3000 عسكري كافرة أبي مكي هاتن نزيكي تشاي أحد أنا جيشتي مدينة في وقتان مدينة بتشوف بو توزا كي دور تسكني أنا هات دوان درجي كيش خوا سكنين مسلمان أجي المدينة حاضر كر وأمي أنا بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو حتى جيش ميدان أنا وانا تب حكمت ودرس ده هنا لو ما أم هنا كي درشتكن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد من الهجوم ومن عددهم أعلن الخبر في المدينة، وأصبح هناك نفير عام، الاستعداد المطلق يعني. فالمسلمون تجهزوا وخافوا من الهجوم المباغت الآني، فكان المسلمون دائما يحملون السلاح حتى يصلون وهم يحملون السلاح. وكذلك كان عدد من الصحابة يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا عليه، استعداد مطلق، خايفين أي ساعة أي لحظة يهاجموا على المدينة لا يدرون، فيحملون سلاح ليلا ونهارا في صلاة وخارج الصلاة، نائمين ويقظانين معهم السلاح. فهذا الاستعداد كان موجود. أولا نعلم هذا، يعني هناك خوف وهناك استعداد وهناك ترقب متى يكون الهجوم، فهم في استعداد المطلق، النفير العام كما نقول. پیغمبر عليه الصلاة والسلام خبر هات پشت فهم کرن كافر هاتن گشتن فلان جهانه هدي خبر المدينة اعلان کرن قالوا بسلمانا قو حاضر بن والله 3000 انسان تبع سلاح خوش مكي هاتن. طبعا ملت مكي تبخازي نخازي بشر انسان ترسكي دلوان دا چبو نه ترسا کو بنها ام بوكجن معرف نزانه چت بچنا يعني اجا بشو برو هدي سلاح وان بوارانه حتى كتابو هاد بجن دبي كتاب تاريخي سلاحي وان بوانا تبي سلاحه لمشت كرن سلاحي ماش دماشو كلاشكوف نبو شور بون يعني تبي وان لميجا خود كرن 24 ساعه سلاح بوان رابو حتى در دور مدينه جيك احتمالات داور الوان درا دي سكني بون نوبت خود گرتن سكنين حتى هنك صحابه 4-5 حبه واكنو مير جهاتي البردر مالا پیغمبر بون هدم بشو برو دوره پیغمبر وانا نين پیغمبر نگشن لو هدف اون كشتنا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بفي شكل هاني يعني على رما كمازن على رم لكتبيه كي على رما هاني او بوانا هر ان احتمال ورن چاراري بلكي ورن بشب ورن برو ورن لو ما مسلمان تبي سلاح خل ميجا خوش تكر بالميجا بسلاح خنا بالميجا دا والبردر مالا پیغمبر هر دم سكناندي و چند حب ظلامي واكنو جهاتي وان انسان هاني در دور مدينه جيك احتمالات داور لوان درايش سكناندي مو بلكي هاتن معروف نزانه يعني نيرتي شر حربه بفي شكل يعني وانا خو حاضر كرمون المدينه. طبعا كان يوم الجمعه اخر يوم، الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم لصلاه الجمعه وخطب فيهم خطبه وحثهم وقال بان النصر معكم ما صبرتم. فالمسلمون فرحوا ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول خلاص ننطلق الى احد. ننطلق، فخرجوا من المدينه ووصلوا إلى خارج المدينة قبل المغرب، فقالوا نجلس هناك أو نعسكر هنا بالليل، وصباحا أو قبل الفجر ننتقل إلى أرض المعركة، ولكن بالليل كان هناك حذر من المشي فعسكروا هناك، فالرسول أمرهم نعسكر هنا. وكذلك قبل أن يقفوا الرسول نقول عرض العسكر، قال امشوا أمامي أراكم كبار صغار أطفال من موجود،
قبل هذا الوقت لم يكن هناك إحصائية، وكذلك الرسول لم يفتش ولم يبحث من يستطيع من لا يستطيع، فمشوا عليه. رد بعض الصغار قال أنت صغير ارجع، إلا رجلين صحابيين صغيرين، أحدهما كان قوي في رمي السهم اسمهم كذلك موجود، والآخر قال أنا أسرع منه، خلاص أنا ما أقدر أرمي ولكن أنا أقوى منه، فقال صارعوا فتصارعوا. نعم كان أقوى من صديقه فأبقاهم النبي، واحدهم عنده قوة المصارعة والآخر خبير في رمي السهام. ما عدا ذلك من الأطفال رجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكروا هناك بالليل، يحرسهم 50 صحابيا، وهناك مجموعة خاصة كذلك بقى بجنب النبي حراسا أو حراسة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعسكرون خارج المدينة. وصلنا إلى هذا. روجاكو إيديج مدينة در كفن روجا جمعيبو پیغمبر خطبه كي خوان عليه الصلاة والسلام و مزگینی خیره دا صحابی خو. صحابی زانه که پیغمبر مزگینی بده، مزگینی خیره. پیغمبر حاشا دره و مره و ناکه. نابه از بسر بکویم داوی مالای قرا نابه. پیغمبر خبردان گلک خوشوان را گو بزان بن آلیکاری خدا دگلمه اگر که ام صبر بکنه ها. مراقه نکب کما صبر کرد ام سر دکوین. کیف صحابی جهاد گو الحمدلله پیغمبر مزگینی خیره دادمه. مزگینی داوان لمجا خویا جمعی کرن جمدینه هدی درکتن. حتی که مدینه در نکت بونجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تماشا نکر بو چند حبن چند حبنین میرن جنن زاروکن اختیارن پیرن تماشا نکر. وی وقت هجا مسلمان نو بون هدی عسکری وان چه بون حتی نافتنه بون کی هات یکی نات یورد سر بس کی ورکی نه. داوی پیغمبر در کت گو تماشا کن ورن هاتن جراد بن تدیو کم مراسم عسکری او عسکرت ماشین یاد پیشمر در باس بون کو از تماشا کم. حتى وقصة إيمان صحابيها وزاروكي وهناك جون رادمو سرتليه خو جبونه كو كن خوانه نكن او كنو سرتليات ماشان تقول پیغمبر نبجا تكني هادر كذا يا تشما كني او قصا كو إيمان وام قوات بو وانا حاصل بهناك ذي موهاكر ما قبل ما ندنا ما ديت ده حبيبتاني پیغمبر وان گو تمام زاروك انا زاروك ما بيش 7 سالي قبل 12 بيا 13 بيا چقا بيا 15 بيا بچوك بون ده حبا پیغمبر گو براورن اوجي عائله وان گو اوه گو يا رسول خدا گو ظلامه کی وکم تنه گو ماشاءالله تیرو کوان زانه چ نتیر گو لاس پرجاتی ما کس کی وکم نکاره باوجه گو کرم که وره حوالی هبو ولا حوالی جی گو يا رسول خدا گو لا او نکاره بمن وقت عمل هفت خنيا گو اجيب قوت ترم يعني وقت براد بيجي گو اري گو تا کرم کن شر کرم و بیا کت سر حوالی خو يعني أبي كدافع جهاتي بو فقط إدني مليء قوات بو والله بيجي أفعال خافت عرضه پیغمبر قدرت تجي وراء يعني هر دوجي أو هاتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم في تشتهانه كر طبعا وان إنسان هانيش إيمان وانا زيده پیغمبر وان هر دو زاروك قبول كر هر دو زاروك هاتن جنج بون يعني يك جهاتي بو تيرو كواندا إدنيش قو أجب قوات ترم يعني قو كرم كوره عسكر مدينة دركات أو شاف جيشتن دربا دربا مدينة ساكنين بو إيفال بو ساكنين پشتێک پیغمبر زاروکا گنجای زفران وان هردیا هیچ گو ام ایشاف لفرابن ام کردیدن بردست الصبي قبل الفجر يعني گو ام ایجا علی ارض چولا خود هرن طبعا گره نوبت وان گرتن پنجی حب صحابیه نوبت وان گرت وان پاراست او 4-5 حب سر پیغمبر سکنی بون نوبت پاراستنا پیغمبر خاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدف مازن اوش کن هدف تفکی شر هر کس دو کشناوید گره صحابه جيب احمق نبون صحابه بعقل بون خدي امام وزانون مساله جزانون مساله پیغمبر يعني لو ما تقول براتش كي پیغمبر نه برقم هرن يعني قال لك جرا صحابات بجن امهرن مساله شبه هجرت دا اگر کوبه بیراوه ابو بکر هردم چه پیش چه داوی راست و چه به پیغمبر دبی عجبا دبی ابو بکر خیر اد به رسول خدا از بمر مزيك يبتنمه كنت بمري امتك يدمره از لو ما جارنا چم پیش ادم بلکه پیشاته کمینه کی هبه ادانا بجز هرم داوی بلکه شپاره یک تشتکی بابجه برالمکه ولتنه که یعنی صحابه خدی وی ایمان هانه بون خدی وی عقل هانه اقا فهمت کردن گو بر سروک متشکی پینبه انا جین که مسلمان متشد بن ادبه چما سروک کیف ویا سروک نای کشتن ولو سروک اتحاد کشتن چه قیمت تدبینه سروک وزان تسبیح هنا تسبیح جا تسبیح کی یک بدم تسبیح کی جواره ہے تسبیح کی راه ہے کردو به تسبیح ولو چوات تسبیح کرده چواتنه آویه های اویا اماموکا ها آویا سروک دولته يعني تاویا جيكر كا سروك
كي مازنة تلدو كي بمشي يعني صحابية بفعمها نذكر. هذا نحن بالكردي نقول إمامك، إمام يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا الصحابة كانوا يحافظون على حياته؟ هذا هو القائد الذي يجمع. إذا ذهب القائد من سيسوقهم؟ ولا أحد. فالصحابة كانوا عقلاء ويفهمون، لذلك يحافظون على سلامة الرسول شوف هذا التنظيم. وإذا رفعت هذا من سيقود من؟ إمامك. أبي أبرمهم بو مع الأسف إجا دبيدا شما سروك من أي كشتن، شما نظام شيخ من أي كشتن، شما قاد كشتن تيجبكي تبي شوان دمينش سروك مروان شوان مروانه شوانه كي جاوا كشو إيدي نجر ريفيشتن مش نمر مظلمات ريفيها شون قرتني ريفيشتن حتى بلكي بسيك شو برمخ ما رح أصلي كلام آگه دار بیاوگن صحابه جی او قصب عاقل بون بزانه بون و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وان هر دوی صحابیه ایش تو چون لو اوشف ساكنين. طبعا هناك ملاحظة أخرى، الرسول مع الصحابة حينما خرج من المدينة رأى مجموعة من الجيوش مجهزين، يقال لهم كتيبة يعني 50 واحد 100 واحد لا أدري، الكتيبة هناك كتائب هناك أرقام عسكرية تعريفات عسكرية. فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يهود. ماذا يفعلون؟ قال هؤلاء من أحلاف أو أصدقاء عبد الله بن سلول. طيب يريد أن يعينوه. فقال الرسول هل دخلوا في الإسلام؟ قالوا لا. قال إذا لا نستعين بمشرك على مشرك أو بكافر على مشرك فليعودوا لا نستعين بهم. وفي المستقبل نقول ربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه حس بأنهم سيخونونه كما سيحصل بعد قليل. تشتكي غريب شيبو تشتكي مسلمان مدينة دركتن تماشا كرن او جروبك عسكر بزمان عربي بين كتيبه نظام كرديه مد بجن بيلوك بزاد بين طابور ور حاصل يعني كا 5 حبن صاد حبن صاد و 5 شقانه هناك عسكر هنا شكو رختوان باشه جهاتنا وكنو قيرقير وانا الله الله جلي وانطام جلي عسكري پیغمبر گوانا کینه گوانا يهودينه خيره وانا چما هاتنا علي كاريا ما گوانا حواله عبد الله كوري سلول یک ملت مكه بو ملت مدينه بو اوجي ناب مسلمان دا بو چوبو مزنه منافقه بو گوانا هاتن ادم آلیکاری اوید کنم جبونی هاتن به هبراتن شر پیغمبر گوانا بو نه مسلمان گونا گو برابر زفرن ام آلیکاریش نه مسلمان نخوازن مثلا دین ایمان يعني یکی نه مسلمان وره صبرو من تاخل ما بکه من آلیکاری تکر و پروبلم کادیجه بلکه ام چند دقیقه پاشه بیجن جبروان سبب هانه سبب قانم پاشه بیجن پیغمبر گونا نموانا قبول نک یا مسلمانن یا جیکنا مسلمان به ام آلیکاریش کافره کی ناخوازن پیل کافره کی ناخن مالاتا آواش قاب زفرن او زفرن چون. قبل الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قاموا وتحركوا نحو الجبل إلى جبل أحد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يدلنا على طريق لا نمر به على معسكر المشركين ونصل إلى مكاننا. فطلع أحد الصحابة قال أنا خبير أنا أمشي بكم، فذهب بهم في بعض الطرقات والحدائق هكذا حتى لا يشعر به جند المشركين ويسبق المسلمين إلى المكان. فبينما هم يمرون كانوا مروا على عرض أحد المنافقين كفيف أعمى البصر، فهو من أنتم المسلمون أنا لا أقبل لا أسمح لكم كيف تمروا في أرضي؟ فيقول بعض الصحابة قال نضرب عنق هذا المنافق. ماذا يتكلم؟ نحن نحاول أن ننقذ الإسلام والمسلمين وهو يبحث عن أرضه. فيقول الرسول قال لهم اتركوه فهو أعمى البصر والبصير أو القلب، بصره أعمى وقلبه كذلك أعمى، اتركوه خلاص لا تسمعوا كلام خلاص خلينا نمشي. فمشوا صلوا الفجر وعسكروا أو وصلوا إلى أرض المعركة الذي كان الرسول يحب صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل ذهب بالمسلمين إلى هناك والمشركون فاجئوا بأن المسلمين أمامهم. خطة عسكرية جيدة. پشتێک بشابێ دی بەردەستی سبەی یانە بەریان بەڵێ سبەی پێغەمبەر گۆگەل و سەحابەیە کیت کارە مەدڕێکیدا ببێ کە بێ ئەم و کافرە ڕاستی هەبوەرن ئەم بگیشن جێک ئەم دخوازن شەڕ بکەن تێدا. سەحابێکی دەرکەت گو ئەزانامە گو ئەزانم وەت کودا ببم چیا میانە یانێ وان عەردێکیدا بن ناوبەخچە و دار و مارەدا گۆ برا کەسکی مە نەدینە ئەم جوو هەرن جێک ئەم دخوازن. طبعا گیشت ناوبەخچەیەکێدا چوون ئەو ڕاژی مێرگژی ملەتێ مەدینەیە کافرە يعني منافقة بساكنة بيجن فهم كركم مسلمان تشن كر قراقية تعبيج نادنا كورة أس قبولناكم كنت بيخنبري زنا تنادمنا بعرض مدهري إيه يعني جارنا
مال شخصات به قربان دولته استملاک دبیجی نه دولت مال دولت مهمتره دولت خواسته رای که فردا چه کجمون سلامتی ملته اجازه حردم ناز اذن تنادم كيف اتى اذن منادي قول حضرت عمر يكي غاز اذن نادم غاز سرزكه تدب سرزكه تدا غاز اوبم يعني پیغمبر گفت در جبرن ایجابیه گوز نادم مینه که صحابیه گم شور کل سریخ وی کوره هانه وی پیسه هانه بیا بلا سریمت که قیرقیر آخه دا به سر شعب مسلمانه آخ پیغمبر گفت بلا گفت خدا شعبی جی کور کریه قلبی جی کوره شعب شو نادینه قلبی جی کور بیه هنکی کور هبون ایمانی بون عبدالله کوره ابن مکتوم دمک پیغمبر درکت پیغمبر گفت تو والی مدینه تل سر مدینه بسنه تبوان را لمیش که آزام ده مدینه ارگانیزه کور بو عبدالله کوره ابن مکتوم پیغمبری کروالی اوی کابرای هانه کور قاشی اسلام درته گو بله خود چعبی جی کور کریه قلبی جی کور بیا حقیقت نادینه ور حاصل در باس بون حتی گیشتن جیه که پیغمبر خوازه دویده شربکه گیشتن لبه طيب ما حصل انشقاق في داخل المسلمين عبد الله هذا رئيس المنافق ابن سلول هو كان مع رأي النبي بأن يبقوا في المدينة رأيه كان هكذا ولكن لم يعترض خرج مع مجموعته كان خبيث لو تتذكرون قلنا بأنه دائما يبحث عن فرصة حتى يقضي على المسلمين قال عندي فرصة وصل إلى ساحة الحرب والمشركون هناك فهذا الرجل بدأ يعترض قال لا أظن سيكون هناك قتال أولا ثانيا لماذا أنت لم تسمع كلامي واستمعت إلى كلام هؤلاء الشباب الأطفال يعني أنا كبير في قومي لماذا لم تحترم رأيي أنا سأعود وعاد بثلث الجيش هو أصلا 1000 واحد عاد حوالي ب300 شخص أو أكثر عاد وغايته من العودة أمام المشركين حتى يحصل زعزعة وضعف بين المسلمين والمشركون يزداد قوة يقول هؤلاء خافوا منا إذا سنهاجم عليهم وربما يكون هناك اتفاق داخلي سابقا لا ندري ولكن الرجل هكذا تحرك لأن بعض الشياطين وبعض البشر الذين هم على نهج الشيطان عقلهم مثل عقل الشيطان أحيانا هم يعطوا دروس للشيطان فلم يخرج من الجيش وهو في المدينة بل خرج مع الجيش حتى وصل إلى أرض المعركة وهناك انسحب حتى يدخل الخوف على قلوب المسلمين فحاول المسلمون كثيرا على أن يعودوهم ولكنهم استمروا فقالوا اذهب سيعوضنا الله عز وجل عنكم اذهبوا لا داعي الله عز وجل ينصر عباده المخلصين فهو عاد پروبلمکی مازن چه بو پشتی که پیغمبر و مسلمان تبیبان 1000 حبا گیشتن میدان شر ان تشتی خراب دنوا شر دا گاوا که هنکی چکدار هنکی عسکرج میدان حربه بزفرن پشتا تدشکی يعني پشتا تدشکی تو جبهه دا تشارد کی و گروبه کی جهواری تا پاش داد چن تنکاری تشتی کی جیب کی او کشاندن هی در کاتناج حربه یکش گناه مازنه حفظ حق جناه مازن التولي يوم الزحف أبا يعني يك جناه كي بر مازنه كم رج ميدان برا به حوالي خبتان بيله يك مازنه كي منافقة كوجوتو از مسلمانم تبي راوه چند درس عولك ماجو في إنسان بو مسلمان له هردم درد كل بوج مسلمان را چانو بره تبي راوه كماجو وقت وان يهودية أبيات بيخمبر أجواز قبول ناكت وان بوجش بيله برهرن يعني نيشت بيخم بزوره ما جلس مسلمان خلاص كر جارك هذه رولا كاي دركت تبي وان وی نتخواست درکه به میدانه بگو عمل مدینه بسکن ولكن درکت پشت یک درکت و چون قاشی کافرای سکنی کافر لور مسلمان لور گو تمام گو انا وقتا من هات جبون یک مسلمان ضعیف بن گو والله تخمین ناکم مشارکی بکن تخمین ناکم یعنی آد دویاجی گوش پیغمبرات بیو چما گهداری من نکر اصلا کی مازنم قدر و قیمتم تا گهداری وان زارو گنج می جهانی که تا گهداری حرمت من نکر من دوام در نکف تا گهداری وان زارو کی گنج جهانی که جحیلا کر تبو گهداری من نکر از شر ناکم از بزفرم او شر جتنه یعنی اوی شیطان یعنی 300 حب انسان را در 300 حب منافقه والی هبون سیک عسکر بسلمان سیک شون جماره بسلمان 1000 فقیر و سیک اویج چو 300 و تشتکی زفرین هدف ویاجی کو مسلمان ترس که بدلیوان بجوا نیوی ما چون سیک ما چون او کافر جی بجن ها والله وانا واج ما ترسن ده جسارت وان چه ببه کافر جسارت وان چه بو مسلمان جی وسوسه کدلیوان بسکی فتنه کی چه بو لداوی خدا عز وجل رحمت سلامتیش قلب مسلمان رشان داوی قال الحمد لله قو ان شاء الله رب العالمين قوته بدمه هري
سيك عسكر وبر سيك مشون لا إن شاء الله يا رب العالمين جيوي سيك هاني تجيبك أو خده بشكل كي جيوان سيك عسكر تجيكر يعني يجيش درجة كي 4 حب كافر يكي مسلمان 700 حب لكو آن 650 700 أو 3000 إنسان لكو يعني يك المقابل 4 حبة تقريبا أوقات شيبو أبياج آلي مسلمان هذا أبلا ومصيبات هاني شيبو. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان خطة النبي عدد قليل ولكن الرسول حكيم عنده خطة غريبة وعجيبة حتى يعوض قلة الصحابة بخطة محكمة. أولا اختار أفضل الأماكن ساحة القتال مكان مرتفع خلفه جبال عن يمينه جبل أحد عن يساره جبل الرماة الذي نسميه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف هناك 50 صحابة من أفضل الرماة قال وظيفتكم هنا دفاعات جوية كما نقول باللغة العصر إذا هاجم علينا فرسان المشركين أرجعوهم بالسهام فوظيفتكم هذا وخلفنا جبل عن يميننا جبل وأنتم هناك تحمون ظهورنا. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الشجعان من الصحابة في الصف الأول أمثال حمزة وزبير وعلي قال أنتم في الصف كل واحد ب1000 واحد تقريبا. بهذا الشكل نستطيع أن ندخل الرعب في قلوبهم. أفضل الرجال في الصف الأول اختار أفضل المكان وحام خلف المسلمين بالسهام يعني الطيارات لا يقوموا خلاص طيارات ما في إذا ما في دبابات طيارات معكم قوة يعني. هذا خطة جميلة جدا الرسول عمل هكذا حمى ظهره ويمينه وشماله وخلفه وفي الأمام أبطال المسلمين. مثلا حمزة كان من أبطالهم وزبير كذلك. خرج أحد المشركين وهو يطلب المبارزة فرأوا بأن الحمزة هاجم عليه وأنزله من فوق الجبل وذبحه كذلك عفوا زبير والله أكبر خلال كم ثواني أو كم دقيقة هاجم عليه ووصل إليه وهو فوق الجبل أنزله وقطع رأسه. فأبطال هكذا. خطاب پیغمبر چبو عليه الصلاة والسلام پیغمبر عسکری و هندکمان فقط پیغمبر عاقل حکیم زانای پیغمبری خدای پیغمبر انجی باش هلانی جی بسلمان که میدان احد بخیر خدای بکن نصیبی هرم حج و عمره و نبدینن جی کافر جی کی نزم بو جی کی نباش سکنی بو مسلمان جی وان بلند یک میدان احد میدان کشر او ها بیش بلکی ور افراد شیای احد یا بیا تبع وا شیای پیغمبر آلورا سکنی ابیا چیا کس کی نکاره لفرای چیا کی بچوچک هه پیغمبر پنجی حب صحابی بتیرو کبان گون لفرا سکنن جرا بین جبل الرماد يعني اقچو تپسی چیای کو تیرو کبان داویجن پنجی حبادانی لفر گون لفرا سکنن گو بنی ام بسر بکوین ان ام بکوین بنی ام ورن کشتنی جونه هل لفرا سکنن حتی از خبر جوارا نشینم اجوارا نبجم ورن و نه خواره آمال آگهدار بنا برای عالی ودا ضربه کلمه نکه پیغمبر حسن کی تشتا کرده مکی گلک سروان سکنی گو آگهدار بن برای کس کی عالی ودا ضربه کلمه نخه و پنجی حبن وظیفه آن زانی چه فزه هنا فزه ای حربه اوانا وکنا قبق طیاره نیاره تهبن ایتاجی فزه تهبن طیاره هاتن توان بخینی خواره طیاره وان کارن عالی تداورن طیاره بسرته دناتن تیدیت میری یعنی اما قبق طیاره بسرته دهاتن مالا تخربو پیغمبر جوانا را گو وظیفات ون نیلن طیاره کافر بسر مداورن طیاره وان چنه حسبن حسب کینه حسب خالد و گروباوی او شروان ایوان مازن خالده گو ون نیلن را عالی مدانیش پاراج نزفرن دسه جاره جهاتن وانا تیرو که وانا داویتن کارون پنجی حبر هر جاره داویجن حسب ترسن ور داویدا وظیفه و اف پیغمبر یک پشتا خدا چیا اواد دویا اوان پنجی حبا گونه ور نیل عسکری و حسب عمرالی مدانه کین گاتونه باویجن وان پنجی حبن بود دو اوه سیا پیغمبر ان صحابی قهرمان کر صفا پیشین وجد پیش داب سکنن وكا حمزة وكنا زبير وكا علي وكا قحرمي وكنا مازن حتى زبير يك جواني كافرة دركات يعني الظلام ها قوميرك هي بمراور شربك دبي هما يك ودو جار كديتن زبير خو گيان دي سردوي اني خواري سردوي سري جيكر اني خواري چو سردوي كرت افيد خواري سري جيكر ترسكت دليوان نوا يك ودو يا ها يعني او سر حسب سردوي دبي زانن بلندلو جار کی تماشا کردن که زبیر خوابیتی که جردا یعنی خاری سری جه کرد اویاج گویا قهرمان وانه چند حبی و ساکنو کردن ترس کد لیوان خطاب پیغمبر او بو چیال پشتامه چیادا کس کی نکاره وره لوان درا جوان تیرو کوانه مهنه او ظلام می قهرمان جل پیشن شر بره و کان طفنگانه بو
توپ و تانکشی نبون شور بون قوا یک کار من ندی حبابوک جای سی حبابوک جای نه دترسن یعنی پیغمبر خطاوی ابو او نصیحت لوان کرد گو امان گهداری هم بکن خصوصا فی پنجی حبیرا گو چد ببرا به اونین خارج بر چد ببرا به اونین خارج ولكن وان انسان هانه ام داوی بیجن وانات ورتا پروبلم کی دوانا چه بون. طيب هذا خطة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل المكان يحمي ظهره الجبل جبل الرماد وقادة المجاهدين في الصف الأول. المشركون كذلك عملوا ثلاثة أشياء. أولا أبا سفيان ومجموعته أرسلوا خبر وقالوا لأهل المدينة لا نريد قتالكم خلوا بيننا وبين أبناء عمومتنا، ولكن هؤلاء ردوا عليهم قال لا نخون ديننا، لا يوجد ابن عمك ولا ابن خالك، نحن أمة واحدة، هذا أخي، فلم ينفع. كذلك حاولوا أن يجعلوا أحد المنافقين كان قد ترك المدينة وذهب إلى هناك من أهل إلى مكة، فهو قال يا جماعة يا ناس أنا أهلكم أقاربكم مش هكذا، والمسلمون كانوا يقولون الكاهن كان خبيث يعني. وهذا الرجل هو بالليل حفر في ساحة المعركة وغطاه، وأحد الحفر وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطة كان هناك. كذلك أهل المدينة ردوا عليه وقالوا ارجع يا ملعون لا داعي لنا بك. هذا خطة ثانية. خطة ثالثة أبا سفيان استفز أهل مكة وخصوصا الذين يحملون الراية، قال يا جماعة شوفوا يا صاحب الراية في أحد عفوا في بدر نحن رأينا الهزيمة، إذا اليوم كذلك عندكم نية وتخافوا تتركوا الراية اعطونا قبل المعركة لا تفضحونا. فهذا صاحب الرأية أو هذا الأسرة في المدينة مكة غضبوا كثيرا وقالوا غدا سترى الرجال أو سترون، وكانوا فعلا أشجعهم هكذا وكلهم قتلوا، كل واحد يحمل الراية لغاية ما يقتل. يأتي واحد آخر من أولاده وإخوانه وأبناء عمومة حتى يقول كان لهم خادم كان أشجعهم، وكذلك هو قتل فأبيدوا جميعا. هذا خطة أبو سفيان حتى يستفزهم ويؤسس وحدة بين المجموعة. أبو سفيان شكر مجموعة كافرة ويجي سيتشتاكر يك خبرك مسلمان راشان مسلمان مدينة رقو قالوا جماعتي أم ناخذن وابوكشن قو خبدنا علي أمو بسمامي خود خوازن شربكن أنا أمو بسلمانا والله مسلمانا جوابك باش تقو إذا بسلمانتي أم بنا برايهف فايدة ندا خواست منافقك كيج أقرباي وان بزمان سياسات بيجن طابورا بينجا بيشنجي طابورا بينجا ملتك نافا تدايات بقي دوستنا خاين او عيشه خراتكن سيد حيوانتنا بزمان خو خراتكن فتنتكن يعني طابورا بينجا قوتنا كسياسيه ابي انسان اج مدينه بوش قحره چبو مكه نبو مسلمان دركات قو قالوا ملت مكه مدينه قو از فلان كازم قام تناست كن ملعون ام تناست كن قو دبش شرع هانه بردن وش شرط كن ورداويدا قو داريا ممكن نصيحتكم لمسلمانا جوابك باش تايكي قو تو كافري تو چه خبر دادی؟ جواب آویجیدان و رزیل کردن اوجی چو تشتکی دی ابو سفیان تی ساکر خواست ایجا عسکری خو گرم بکن خواه نوان خصوصا بره بایراق هبو بایراق علم رایت کرن دست خود ارکسی خود دورای کومت کرد اوانا چه کرن ابو سفیان جوارا گو بنید حرب بدره دا گو مزرارا کمازن دید گو اگر کند خوازن وی بایراق هانه رایه هانه باویجن براون گو اما آنا هرند ها چه تره گو صبه مرازیل نکن أنا برابن أنا خوازن چن هرن جبان ناوا شردا خیانتی دگل من نکن وانا جی قحری دامارا اون بوان کرد گوت استزلاما بدینی جا ام درابن آن نارابن ام دترسن آن ناترسن و کتاب تاریخی دی بجن ان ظلام وانا مازن جی او درکتن مالبات اکی بود تفاتن کشتن مرد وان دا نمان اوی کلوی کید کرد دست خود شرد کرد حتی کد هات کشتن حتی دبی اوی داوی خدمتکار کیوانه بود و اوشتوا مرتر درکت او قسامير بو يعني او جهاد كشتن دوار حاصله كلام يعني ابو سفيان خاص مسلمانه پرچب که نبو یکی گوتو وان پرچب که اوجی نبو ملت خوشی گرم کرد حاضرن شر اما تشتكي ديج بشوك بيجن سري مدينه ومن حتى حفتاتي بسكن يجد حفته باشي. امر اخر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحفز الصحابه رفع سيفا قال من ياخذ هذا السيف كلهم قالوا انا فقال من يعطيه حقه وقفوا. في الأخير أبا جندل أحد الصحابة كان من أبطالهم كذلك قال أنا
أعطاه الرسول قال يا رسول الله ما حقه؟ قال أن تحارب به لغاية ما يكون هكذا، يعني حرف يعني أبو دجانة بقول شام أبو جندل أبو دجانة أري أبو دجانة يقول أنا يعني طلب، قال أنا آخذه، فأعطاه الرسول، وكان من عادته له عمامة نقول هكذا أحمر يلف على رأسه علامته سيقاتل إلا الموت أو النصر هذا، وكان يمشي متبخترا هكذا متكبرا يعني. فالرسول قال الله لا يحب هذه المشي إلا في هذا الأماكن، يحب في القتال أن تظهر عدوك بأنك قوي. وهذا الرجل فعلا حارب وأعطى السيف حقه، وأراد أن يقتل أحدا، فحينما رأى بأنها أو المحارب امرأة رفع السيف ولم يضربها، فقالوا لماذا لم تضرب؟ قال إكراما لسيف النبي صلى الله عليه وسلم لم أحب أن أقتل بها امرأة، فكان بطلا فعلا. أبو دجانة أبو جندل أبو دجانة جندل شفت جندل جي كادني داي أبو دجانة صح پیغمبر شكر شورة كي در خز گو كيفي شورة دستي نجمن هر كسي گو از گو هما قرأون حقي بدني ها گو حقي بدني فقيرة نظن حقي چه تفسكنين دجار سي جارا اجا صحابه كي كنابي أبو دجانة گو ازي بستينم يا رسول خدا گو هاش ترى گو حقي ويچه گو حقي تشربك حتى خارد بدسته دا پیشر بکی حتی خورد به بگجی حتی خورد به گرد شوردایی که شاشکه کویه بود کفیا سور سریخ گریدا عددی بود کستو آسور بده سری خود گو حتی یا از ورم کشتنه یا از بگجم حتی کشتر بسرد که سریخ گریدا آوا قرا چوهات پیغمبر گو الله خودش وی مشی حسناکه خودش انسان قرا بون زانه چیه گو خودش حسناکه فقط شرد خودش حست که جبون نياري تبترسن نياري ميدان حرب قرأت وسيا خارنا كده بأس فقيرم فريق بلم كاميرا بلي أس قرام أس بنينا أس بنيت حرب ده شنابه الحرب ده تبني تقربان بني معنا قربان تقربان أزنا قربان فريق بلم كشعبي خواقينه وكاميرا بلاقينا أبيا واقينه شوهات وكاميرا بيغمبر جو أخذت بردش بتشتي حسكه وكذي حسناك خدش إنسان قرأ حسناك أما الحرب ده كنت قوته بدني زمان خده حسكه أبي كابراي صحابي كي دبي ما مراخ كريا مقول أبيا يشبك يا بيخمبر دايك فعلا دبي كيد هات بيشاوي ليد خص ذكر دقتها وان حاصل كاس كيش داستي بنفلتي دبي مجارة كي تماشا كر جلي حربي لي كين أبيا شور برنك كليخي أبيا قو قير بالاقدا كجنا يعني كجنا وينا كشوري باش دهاني داوي جرا قوتن تشما بيا نكشت جنك قو والله حرمتها شوري بيخمبر من نخواست اشور پیغمبر پیشنکی بکشم او قصه ادب آن هبو شور پیغمبر دایا من گو من نخواست اوی شوری آنه پیشنکیش بکشم ور حاصل کلام ابو دجانه جی میر بو شرع خوکر وظیفه کر وی هفته ملورا بسکن ان شاء الله حتی درس اخیاتی امی دست پیکا شرع جا بیجن بلکه او بیجن و درش کر کرم فهم بکن حکمت و پیلان و درس و وانت شبت ده هنه یعنی کی خیانتی که کنگ خیانتی که به چه شکلی خیانتی که نهار تچواد خواسته تشابه قتینه تچوا جبونه تو سر بکوی تچوا انسان خوبجی بینی تو یکی جهال تخی امام تو امام کی کنه زان تو ونگ بتقنی تو تخی سروک جش عسکر کی یکی کش تجارت فعملا کتیب کی مزیر پرا یعنی ناته هر کس کی حقی بدیه کی قبا پلانه تمام به تبسر بکوی ان شاء الله خدا عز وجل مجریا پیغمبر دور نخینه و صحت و عافیت بدمه وما شفاعته ويا آخرته محروم لك إن شاء الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع على سنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.